هو في كده هتعمليه وتاكليه بعد نص ساعة. أيوة، هتعمليه وهتاكليه بعد نص ساعة. بس يلا نصلي على النبي في الكومنتات، مننساش اللايك والشير. ونجيب أول حاجة جزراية ونقشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبشرها كده على البشر الخشن مش الناعم. هناخد حوالي كده 3/4. وبعد كده هنجيب بقى الخيار الكمية اللي احنا عايزينها. انا هنا معايا 3 حبات، تقدري تقللي او تزودي الكمية. هنبتدي نعمل لها خطوط ونقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان هسيبلك تطبيق حلو قوي في الكومنتات تحت او في البايو، تحملي من عليه كل وصفات الاكل والافتكاسات اللي انا بعملها لك. هسيبها لك تحت في التعليقات او في البايو. قطعنا الخيار، وكمان هنجيب بقى قرن فلفل حامي كده ونقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بقى بالفلفل على الخيار. بعد كده هنجيب الجزر اللي احنا بشرناه. بعد كده هنجيب نص كوبايه من الميه، معلقتين من الخل، معلقه من البابريكا صغنطوطه، معلقه من الكمون صغيره، معلقه من الملح، معلقه من الثوم المفروم، معلقه من الزيت. وهنقلب كل الصوص ده معانا. بعد كده هنجيب بقى الخيار والفلفل والجزر بتوعنا، هنقلبهم بقى كويس قوي ونحط عليهم الصوص اللي احنا عملناه ده. هنعمل ايه بقى؟ هندخله التلاجة ونسيبه لمدة ساعتين. لسه هنحط له ليمون ونحط له كمان حبة البركة. عايزه اقول لكم طبق المخلل ده في قلبي بجد تحفه. جربوه وانا متاكده ان انتوا هتعتمدوه. نحط نص ليمونه وبس كده. اذا عجبتكم ما تنسوش الشير واللايك.